من 6 سنين وخصوصا وقت عيد ميلادي كنت بطلب من ربنا ان حياتي تكون بترضيه، وطلبت منه ان انا اشوف معجزة كبيرة زي المعجزات اللي انا بسمع عنها. بعدها ب3 شهور ربنا سمح بتجربة جديدة شوية، فيها بدأت أتعب. جالي دور أذن وسطى. بعد دور الأذن الوسطى اكتشفنا إنه في مية على عصب العين، وإن أنا لازم أعمل عملية علشان نسحب المية دي، علشان خلال 24 ساعة أنا ممكن أبقى عمية. دخلت عملت العملية، وبعد العملية ب3 أيام تعبت قوي ودخلت في غيبوبة. الدكاترة أخدوا وقت علشان يشخصوا حالتي، ولما شخصوا حالتي قالوا إن ده فيروس نادر جدا بيهاجم جهاز المناعة، وإنه نسبة إن أنا أعيش هتكون من 3 ل 5%، وإنه مفيش أي اختيار في إن أنا أتحرك من المستشفى أو أروح مكان أحسن أو حتى أسافر بلد تانية علشان أتعالج. وقتها قالوا لبابايا إنه أنا لو اتحركت من السرير اللي أنا نايمة عليه هموت. مبدئيا أنا قعدت في الغيبوبة 3 أيام، وبدأت أفوق في نهاية اليوم الثالث خالص. اكتشفت إن أنا محطوطة على أجهزة كتيرة جدا، ومش فاهمة أنا فين، مش شايفة كويس، مش عارفة أهلي فين، مش عارفة إيه اللي حصل، مش فاكرة أي حاجة. في وقتها قررت إن أنا هنام وأنا مش عايزة أصحى تاني أبدا، مش عايزة أصحى وأنا في الوضع ده أبدا. وفعلا نمت، بس للأسف لما صحيت، أو عامة لما الوقت اللي أنا صحيت فيه تاني مرة، جم 4 ممرضين وكلهم بيتفقوا مع بعض هم هيحركوني إزاي وهيشيلوني إزاي علشان يغيروا المكان ده. في اللحظة دي أدركت إنه لا محالة، وإنه أنا فعلا ما بين الحياة والموت. دي كانت من أصعب اللحظات اللي أنا ممكن أعدي بيها في حياتي. كانت كسرة وإحساس بالعجز رهيب أنا مش ممكن هحسه تاني أبدا. كان جزء من العلاج بتاعي إن أنا أخد حاجة اسمها سيشنز بلازما. السيشنز دي كنت باخدها عن طريق كاميرا كانت متركبة هنا وفي رقبتي، وفي السيشن دي أنا كنت بعدي بألم رهيب جدا جدا، لدرجة إنه أنا ما كنتش بقدر أتنفس وما كنتش بقدر أتكلم، وهما كانوا بيفصلوا كل حاجة ويبدأوا يعملوا لي، يحاولوا يخلوني أتنفس تاني أو أرد عليهم، وأنا مش قادرة أتكلم، مش قادرة أتنفس. وفي اللحظات دي كنت بصلي وبقول له يا رب أنا بسلمك حياتي، من فضلك خد بالك من أهلي، وأنا عايزة أجيلك. بس كان بيجي في نفس اللحظة دي ربنا بيعملي كده، بيديني نفسي من تاني، بيرد فيا روح تاني. وفعلا كنت بتنفس وبخرج من السيشن وبكمل باقي السيشنز. بالرغم من كل ده وبالرغم من الكلام اللي كان بيقولوه الدكاترة والعلم، إلا إن الله كان ليه كلمة تاني خالص. الله في الوقت ده كان بيتكلم عن طريق ناس كتير مختلفة ما يعرفوش بعض، إن هو هيشق في البحر طريق وإن أنا هعيش. وده فعلا اللي حصل. الله فعلا اتمجد. الله عمل معايا معجزة كبيرة قوي، وشفاني شفا تام، اداني حياة جديدة. بعد ما خرجت من المستشفى بدأ يظهر عليا كل الآثار الجانبية بتاعت كل الأدوية اللي أنا أخدتها. كنت باخد كمية كورتيزون رهيبة جدا. أنا كان ليا 1.5 شهر على السرير مش بتحرك. أخدت وقت عشان أتعلم المشي، شعري بدأ يقع، جسمي اتنفخ، شكلي اتغير، مش قادرة أتحرك ومش قادرة أمشي. وفي الوقت ده كنت حاسة ان انا مش عايزة اعيش ومش فاهمة انا ليه عشت اصلا. اضطريت ان انا اسيب شغلي، كل حاجة في حياتي اتغيرت. ما كنتش عارفة بكرة فيه ايه، ولا كنت عارفة حياتي هتكمل ازاي. بسأل ربنا ليه واني مش قادرة اقبل الوضع. قعدت 3 سنين بصراحة انا اللي حاشرة نفسي في فكرة التعب وفي نتائجه، ومش بحاول اسمعه او اعرف هو ليه سمح بكده او هو ممكن يعلمني ايه. بس في السنة الرابعة قررت ان انا اديله المساحة في انه يتكلم معايا، باركني بشغل جديد انا ما كنتش فعلا احلم ان انا اشتغله. مش بس كده، انا اتحطيت في مكان الناس اللي حواليا ساعدوني اني اتعلم حاجات كتيرة جديدة انا ما كنتش اعرفها. وبعد 6 سنين بدأ يوريني تعويضه بطريقة مختلفة فائت خيالي. لكن صدقيني في اللحظة اللي انتي هتقرري فيها انك تروحي له وتتكلمي معاه وتمشي معاه الطريق خطوة بخطوة، كل حاجة هتتغير. الله عنده خطة جميلة ليكي مش تقدري تعرفيها غير لما تديله المساحة انه فيها يتكلم ليكي وانه يشفيكي. اشجعك قوي ان انتي تروحي وتتكلمي معاه.
أشجعك قوي إن انتي تروحي وتترمي في حضنه، لأن هو الوحيد اللي فاهمك بمشاعرك الرقيقة بتفصيلتك بشخصيتك وبيحبك قوي.